بسم الله. الأهلي رغم النتيجة السلبية يقدم أداء إيجابي قدام الجيش الملكي، بل ممكن يعتبر من أفضل الأداءات اللي قدمها في بطولة أفريقيا الموسم ده. الجيش الملكي بدأ المباراة بتشكيلة هي 3-4-3 مع أدوار متعددة للباكات اللي كانت بتتقدم أثناء الهجمة وكانت بترجع تدافع عشان تقلب الطريقة ل5-2-3. نادي الجيش الملكي ما كانش فقد الأمل في المباراة، بل هو اعتمد على إنه يثبت التلاتة اللي قدام، محدش منهم يرجع ورا أو يقوم بأي واجبات دفاعية عشان خاطر يقدر يخطف هدف خلال أي هجوم مرتد. وطبعا أخطر لاعب في الثلاثي الأمامي لفرقة الجيش الملكي هو اللاعب رقم 7 يوسف الفحمي، اللي كان بيتحرك في كل مكان وكان صعب جدا يفقد الكورة. الناحية التانية الأهلي بدأ يلعب بالطريقة اللي تقريبا كده هيستقر عليها يستروب مدرب النادي الأهلي، وهي 4-3-3 مثلث مقلوب راسه لتحت، مروان عطية قدامه 2 اللي هم ديانج عشان يوازن بين الدفاع والهجوم، ومحمد علي بن رمضان. طبعا الطريقة دي بيعتمد عليها يستروب لأنه بيحاول يلعب من الأطراف بحيث إن ديانج يتحرك ويساند الطرف اليمين من النادي الأهلي في وجود طاهر، والناحية التانية بن رمضان يميل على بن شرقي اللي بدأ يثبت في ظل غياب تريزيجيه في الجبهة اليسرى. ولكن في ظل الطريقة اللي كان بيلعب بيها فرقة الجيش الملكي ووجود 5 مدافعين، أطراف الأهلي كان مقفول عليها تماما. ولكن في حالة فقدان الكرة واستحواذ الأهلي على الكرة، فرقة الجيش الملكي كان بيبقى عندها 2 لعيبة بس عشان يغطوا نص الملعب كامل. وهنا تظهر أهم ميزة ليسترو، وهي المرونة التكتيكية. دي أكتر حاجة تخلينا نتمسك بالمدرب ده. المدرب ده بيغير وبيعدل على حسب سن المباراة، أي حاجة بتحصل في الملعب هو بيكون ليه ردة فعل عليها، وده عشان كده بيخلي الأهلي متسيد المباراة في أكثر من مناسبة. يستروب أول ما لقى إن الجيش الملكي قافل الأطراف ولكن في 2 لعيبة بس في نص الملعب، قرر إن هو يلعب ويضرب بأقوى لعيبته وبيركز الهجمات كلها وتحرك الكورة في نص الملعب. قرر يهاجم من العمق، يخلي ديانج ومروان عطية وبن رمضان يركزوا اللعب والبساط بينهم في منطقة نص الملعب والاختراق من العمق، وده بدأ يدي للأهلي فرص. الناحية التانية مدرب الجيش الملكي باسكيتش لما لقى نص الملعب بتاعه مفتوح وبيتعرض لضغط كبير من النادي الأهلي، اضطر إن هو يقدم خط الدفاع بتاعه عشان يقفل في عمق الملعب، وبالتالي الأهلي أول ما يحاول يلعب من العمق يصطدم بثنائي نص الملعب وراهم 3 لعيبة سرد باكات، وبالتالي يشكل كثافة ويمنع انتقال الكرة في قلب الملعب بسهولة. على طول يستروب عدل الطريقة مرة أخرى وبدأ يعتمد على طالما الدفاع متقدم بتاع الخصم هيلعب كور طولية على الأطراف اللي هو بيحب يلعب منها في ظهره. وشوفنا أكتر من مرة الكرة بتتلعب في ظهر الدفاع لظهر محمد طاهر، وأخطر فرصة في المباراة كلها جت من لعبة بالطريقة دي. أنا مش عارف التوتر اللي بيحصل دايما بين المباريات بتاعت الفرق المصرية والفرق المغربية ده هيخلص امتى؟ الشد والجذب والتاتش اللي بين الجماهير واللعيبة ده لازم يقف. دلوقتي لما الأهلي كان بيلعب في المغرب قدام الجيش الملكي، جمهور الجيش الملكي اتصرف بطريقة غلط ورمى ازايز وبتاع والدنيا خربت وخد عقوبات وتعاقب. مش كده المفروض يكون الأهلي خد حقه؟ لكن لا، أول ما جه طبعا فرقة الجيش الملكي في القاهرة جمهور الأهلي قفل الاستاد والأزايز كانت للركب، رمي الأزايز بقي بحر أزايز. أنا شايف إن ده سلوك غير حضاري. أنت ما تقدرش تتحكم في سلوك الجماهير، ولكن تقدر تتخذ إجراءات رادعة زي إن إحنا مثلا نلعب ماتشات الفرق المصرية والمغربية في أرض محايدة. أنا شايف إن ده أحسن حل. المرة دي الثنائية اللي بين الأهلي والجيش الملكي عدت بسلام والناس كانت متفهمة واللعيبة كانت على مستوى الحدث، لكن الله أعلم إيه ممكن يحصل في مباريات جاية. جماعة في اللقطة دي محمد هاني بيدافع على 2 لعيبة من الجيش الملكي لوحده وبينجح في استخلاص الكورة وإبطال الهجمة. شابوه لمحمد هاني. محمد علي بن رمضان من اللعيبة اللي لازم رجله تفضل في الملعب، ما ينفعش يطلع ويقعد دكة ويغيب ويرجع وينزل احتياطي، مستواه يتأثر. الراجل ده من ساعة ما بدأ يلعب أساسي ورجله تثبت في الملعب وهو مستواه بيزيد يوم عن اللي قبله. ولكن يا يستروب هتعمل ايه في تشكيلة الأهلي المتخمة في المركز ده؟ الأهلي النهاردة كان مسيطر على المباراة بالطول بالعرض وبيستحوذ على الكورة وبينقل من اليمين للشمال وبيلعب من العمق وبيلعب كورات وبيلعب عرضيات، ولكن تظل مشكلة الأهلي الكبرى
هي غياب المهاجم، غياب اللي يخلص، وفي ظل كمان غياب تريزيجيه اللي هو هداف الفريق، فانت بالتالي تتوقع نتيجة المباراة دي بالراحة هو التعادل السلبي. إن ما كانش هيجي فيك أهداف فأنت صعب تجيب أهداف، ودي مشكلة لازم تتحل، ما اتحلتش في الانتقالات الشتوية، فمش عارف مجلس الإدارة هيعمل فيها إيه. طبعا في الشوط التاني الجيش الملكي قرر يغير الطريقة تماما ويلعب 4-3-3 لأنه لاحظ إن العمق بتاعه هيبقى مضروب وفيه هجمات كتيرة وخطيرة جت عليه، وبالتالي الأهلي رجع يلعب من منطقته المفضلة اللي هي الأطراف. استروم لما لقى مفيش فعالية على المرمى ومفيش حد بيخلص قدام قرر يبدأ يعمل تغييرات، طلع مروان عطية اللي كان مجهد وبدأ يظهر عليه التعب، ونزل إمام عاشور العائد بعد الإيقاف، وخلى ديانج يلعب مكان مروان عطية وإمام يلعب في المثلث الهجومي، من ثم طلع مروان عثمان نزل كامويش، ولكن بدون أي جدوى. لسه ياسين منعي بيستمر في التألق للمباراة الخامسة يمكن على التوالي. المباراة دي بالأداء الممتاز للنادي الأهلي بتطمنك على اللي هيحصل في أدوار الأقصاء في بطولة أفريقيا، وإن شاء الله خير.